السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا كده فيديو يعني كلاسيك قوي واكل تقليدي بس جميل ومحبوب جدا، وبرده من الاكلات المفيدة صحيا جدا. البسلة الخضراء مع الجزر. طبعا هنطبخها عادي بطريقة يعني عادية جدا، اللي هي طريقة البيت وطريقة جدتي، سهلة وخفيفة، وهنشوفها بنتعمل ازاي. معانا نص كيلو جزر ونص كيلو بسلة. انا جبتها مجمدة علشان ايه تبقى لو مش متوفرة في السوق تقدري حتى تجيبيها مجمدة، بتكون حلوة برضو وطعمة، بس اختاري نوع كويس. معانا دلوقتي بصلاية كبيرة قوي مفرومة احنا فرمينها، ومعايا نص كيلو طماطم، ومعايا معلقة ملح كبيرة، فلفل اسمر، معلقة سكر عشان الطماطم طبعا احنا عارفين ده اوكي، ومعانا السبع بهارات، وطبعا انا سلقة لحمة والشوربة بتاعتها، ومعانا معلقة سمنة بلدي كده علشان تدينا طعم. هبدأ اخد بقى الجزر الفريش بتاعي كده واقطعه مكعبات كيوبس صغيرة زي ما انتوا شايفين. طبعا الجزر مش عارفة يعني اقول لكم فوائده ايه، كفاية ان هو مفيد جدا للنظر، ولو في مشاكل حتى في الشبكية بيصلحها. بس يا ريت نواظب والله ويرضي ولادنا ياكلوا منه، لان هو من الخضروات المفيدة صحيا جدا. انا قطعته كيوبس كده علشان ايه اقدر احطه على البسلة. ففي حلة بقى كده على النار هاخد قطعة من السمنة، معلقة سمنة، واسيحها، وهبدأ اعمل بقى البسلة بتاعتي بطريقة سهلة وخفيفة. الاول هاخد البصل كده واشوحه، يعني يدوب يصفر يعني يدبل كده، ما بحمروش قوي علشان الاكل يبقى يعني تقريبا بيبقى طريقة الني في ني، يعني بلاش نسبك قوي ده لانه بيتعب قوي المعدة. نزلت بقى بالبسلة كده بعد ما شطفتها وهي مجمدة، وحطيت عليها الجزر وهقلبها بقى مع البصل شوية. يعني دي تركة حلوة قوي للبسلة، بتخليها طعمها حلو جدا لما تقعد تحمريها كده شوية قبل ما تحطي عليها السوائل بتاعتها. فانا بقى قلبتها كويس وحمرتها، وبعدين نزلت بالشوربة، ودي التركة التانية. معلقتين شوربة الاول كده اللي هي تتشربهم، وبعدين بعد ما اتحمرت تبدأ بقى تستوي في معلقتين الشوربة دول، تبقى كده زي السوتيه. ننزل بقى بالعصير الطماطم بتاعنا، بعد الطماطم طبعا احنا عصرناها في الخلاط وحطيناها عليها كوباية مية عشان تبقى خفيفة، وبعدين ده الكوبايتين شوربة على المقدار بتاعنا ده، وباقي السمنة حطيته طبعا عشان انتوا عارفين انا مبحبش احط دسم كتير. ومعلقة السكر دي لازم مهمة جدا مع الطماطم علشان الحموضة والطعم اللاذع بتاع الطماطم يعني. وحطينا بهاراتنا، باقي بهاراتنا ملح وفلفل والسبع بهارات، وهنقلبها كلها كده ونسيبها ايه تتسبك شوية على النار، علشان هنشوف هنعمل ايه بعد كده يعني. انا سبتها بقى تتسبك شويه، هي لسه كده يعني 3/4 سوا، مستوتش على الاخر. ففي صينيه بره بقى او قالب كده طاجن انقل فيه البسله، لان انا بحب احط الخضار في الفرن. يعني بيدخل في بعضه كده والصوص بيقل شويه. وطبعا انا حطيت اللحمه بتاعتي عادي بقى مسلوقه مستويه تمام يعني كامله النضج، لان هي مش هتغيب قوي في الفرن، بس هتاخد ايه تكمل سواها. بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده المنظر تحفة، والطعم هايل، عارفه حاجة خفيفة وطعمها حلو ومش تقيلة زي ما انتم متخيلين ولا متسبكة بقى، لا يعني كلها في بعضها كده، مع طبق رز حلو. يعني انا حمرت حوالي كده معلقتين كبار او 3 معالق كبار رز الاول نص التحميره، وبعدين ضفت باقي كميه الرز عليه وكملت سواه. طريقته سهله جدا، بس يعني علشان في ناس ما بتحبش الرز الابيض السك كده الساده، فبحبه وحبه يعني. دي طريقه حلوه زي كانك بتعمليها بشعريه او بصنعة